السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده جايين نعمله مع بعض الترند بتاع اليومين دول، المكشكشة. اولا سهلة جدا وبسيطة، وخسارة بصراحة يدفع فيها المبلغ الكبير ده قوي. يعني لفة جلاش هتجيبيها ب20 جنيه، مش هتاخد معاكي اي فلوس جنب اللي هم بيقولوا عليه. هحتاج لفة جلاش، انا هعمل الصينية الكبيرة ديت كده، وهحتاج كيلو الا ربع لبن. ماشي. هحتاج بودرة كاستر. بودرة الكاستر بالنسبة ان في بس بنت من بناتي سألت على الكاستر يا طنط بيتظبط ازاي. الكاستر اولا العلبة مكتوب عليها المقادير، النص كيلو بتحطي له 3 معالق من بودرة الكاستر. طب انا دلوقتي عملت الكاستر وحطيته على النار وقلبته في اللبن وغلي وكده الكاستر اتعمل. الكاستر لو انت هتصبيه في قوالب لاولادك ما ينفعش تسيبيه وشه عريان. يعني ايه وشه عريان؟ يعني ما تصبيش في القوالب وتروحي حاطه القوالب دي في التلاجة والعيال يسحبوا منها قالب قالب. لا، هتلاقي وش الكاستر هيعمل بتاع ده، يعمل تشققات. الكاستر بيحب يتغطى بحاجه، يا تعملي له كراميل يا تعملي له جيلي تقيل وتحطي له طبقه رفيعه على الوش. عايزه تحطيه ومش عايزه احط عليه حاجه، امسكي اكياس التلاجة قطعيها وافتحي كيس التلاجة كده وتعالي على وش مثلا الكاستر وغطيه كده بالاسترتش وغطيه، ما تخليش الهواء، يعني خليه هو اللي يبقى ملامس للكيس كده، عمره ما ينشف منك ويفضل معاكي حلو. بس لما تحطي الكيس كده ايه ملامس على الكاستر اللي انت عاملاه ده. كده بالنسبه لسؤال الكاستر، عشان هي لما قالت لي قلت لها انا هرد عليكي بالتفصيل في فيديو، وانا هنزل لك الفيديو ده بسرعه عشان يبقى ايه المعلومه موجوده عندكم في الفيديو. لو الكاستر هتحشي بيه كنافه، بتعملي طبقه الكنافه الاولانيه وتسيبي حرف كده من جنب الصينيه وتصبيه وهو سخن. اول ما تخلصيه هيرسي هو ويتفرد في الصينيه معاكي، حتى لو خدتيه كده بالسباتي لو ظبطتيه هيظبط معاكي بسهوله. ما تخلوش، بس اهم حاجه يطلع في الحروف. طب انا عايزه احشي بيه جلاش يا طنط، مش هحطه في الصينيه كده اهو، هتجيبي يبرد سنه بس ما يبردش، يبرد، وتجيبي القمع بتاع الحلويات وتروحي حاطاه فيه، اللي هو الكيس بتاع الحلويات، وتروحي حاطاه فيه وربطاه من فوق وسايباه، ما تقصيش الفتحه اللي تحت اللي انت بقى تبتدي تصبي بيها، وتحضري جلاشك وتحضري حاجتك وتفردي. خلاص كده انا فردت وعايزه بقى احشي، هروح ماسكه الكيس الحلويات كده وصبه كده كده كده، فاتحه بقى الفتح وصبه كده وبرمه ورصه. يبقى كده بردك الكاستر اشتغل معايا حلو، ما عملش معايا مشكله في الحشو. كفايه لك بقى، ويلا نعمله ايه المكشكشه. هسخن سمنه ادوبها كده اهوت، وابتدي احط بس ايه طبقه ايه حلوه كده تحت، عشان الطبقه اللي تحت تبقى ايه محرمشه وجميله. بحط كده ورقتين، وشايفين كده انا سايبه لها حرف كده ازاي، هسيب لها كده الحرف ده كده، وهدهن كده تاني، واحط كمان ورقتين عشان تبقى ليها طبقه ارضيه حلوه. اهم حاجه ما بين الطبقات نرققوها بالسمنه عشان تطلع مخرشفه معانا وجميله. وهحط الورقه دي كده بس كده عريضه كده تحت، ويلا بقى نجيب الكاستر وننزلوا بيه في النص. بص بقى كده يا بنات، اهو قوام الكاستر ده كده. الكاستر كده استوى معايا، حطيته على النار تاني نقلبه لغايه ما تخني القوام ده كده. هنزل عليه بقى بالكريمه اللباني عشان تديني بقى الطعم ايه الغني. ما عندكيش كريمه لباني بقشطه بوك، علبه قشطه بوك وننزلي بيها عليه. بس احنا عندنا في مصر يعني الكريمه اللباني والقشطه والحاجات دي متوفرين عندنا ايه
يعني بالنسبه لنا احنا احلى من قشطه بوك ان هي ايه معلبه. وهنزل بقى كده وهبتدي كده افرده. دي بس انا عايزاها فوق كده تاني. بس اهم حاجه ايه تفرديه كده وهو سخن عشان يتفرد معاكي ما يجمدش. وهنزل كده بقى ببواقي الجلاش ديت عشان ما يسربش منك في الصينيه على الباقي. وهبتدي بقى اكمل الشكل. وهبتدي بقى اخد الورقه كده وابتدي كشكشها كده بتيجي عادي خالص. الورقه اللي بتكشكشيها دي خليها ورقه فردانيه، ما تحطهاش على مكوس. ليه؟ عشان تبقى ايه خفيفه ومخرفشه. حتى كده لو كشكشتي وخلصتي كله كده، بصي لو هتزيحي كده تاخد معاكي ورقه تانيه اهي. تبقي كده خلصتي ايه لفه الجلاش كلها. اهم حاجه بقى ما تستخسريش فيها السمنه عشان هي دي اللي هتديها ايه الشكل والخرفشه. ويلا ندخلوها الفرن. وكده بصوا شكلها بقى النهائي لما طلعت من الفرن شكلها جميل. هننزل عليها بقى بالشربات. هي سخنه والشربات بارد.
سيبها بقى شويه كده عشان تشرب الشربات، وبعد كده احط بقى ايه الجراشه على الوش. ودلوقتي بقى كده هنزل بيها عليها بالمكسرات عشان ازينها. لو ما كانش صيام كنت لقطت منك. شفتوا بقى شفتوا نعمه الصيام حلوه ازاي. قالت لي ايه قشري البندق يا سما، قلت لها اه انت بعتيهولي دلوقتي عشان احنا صيام، قالت لي اه طبعا انا مش مستغنيه عنه. ما لما كانش صيام ما كنتش لقيته يا جماعه. لا 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 لقيته مين؟ انا بحب اساعدها يعني، هو عامل لها كركبه في البيت. اخدمها صح كده. اهو اتكلمت في الفيديو عشان البنات بتسال عليا فين حس سمر، ببقى نايمه. ببقى نايمه بصحى على ضربه المدفع. ايوه بتعب يا جماعه. خلاص خلاويص اهي كده حلو كده مكسرات. وده كده الشكل النهائي للمدلعه. كده انا عملتها في فيديو مفصل لوحدها، خليها في الفيديو اللي هي موجوده بردك ايه في ايه. جربوها، مستنيه عليكم تعليقاتكم اللي ما نحرمش منها. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وب100 جنيه مش ب 455 جنيه.